تلمس آيات القرآن بمثل هذه الطرائق إذا أذن الله لك يزيد من إيمانك. مثلا المؤمن مندوب شرعا سنة كما قال نبينا يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، ولا أظن مسلما حتى والحمد لله أبناء المسلمين في الشرق والغرب يحفظون آية الكرسي. الله يقول فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما. ما معنى ولا يؤوده حفظهما؟ أي ولا يعجزه حفظهما. كيف تفهمها؟ كيف تعينك أن تقول في نفسك: إذا كان الله لا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض فمن باب أولى أن لا يعجزه أن يحفظني. واضح؟ تقول الله يقول عن السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه حفظهما. فأنت وأنت تتمثل معنى الآية تريد أن تفقهها تقول في نفسك على يقين، تعلم يقينا أن الله لا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض. بالله من أنت من أنا أمام السماوات والأرض كخلق؟ فإذا كان الله لا يعجزه حفظ السماوات والأرض من باب أولى أن لا يعجزه أن يحفظني ويحفظك، فتزداد يقينا بربك لأنه قد وقر في قلبك بعض علم عن ملكوت ربك وعظمته وجلاله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي